دابا تخيل معايا غلطوا فيك الاطباء ويدفنوك حي، فكيفاش تقدر تعتق راسك؟ كاين جوج ديال السيناريوهات اللي ممكن تحط فيهم. الا كنتي مدفون على الطريقه الاسلاميه ولكن في اوروبا فغالبا من الله يرحمك، ولكن الا كنتي مدفون في دوله اسلاميه فكاين احتمال كبير باش تقدر تعتق راسك. ضرب معاك لايك وكمل الفيديو حتى الاخر. نظام الدفن في الدول العربيه غالبا ما تيكون العمق ديالو متر واحد، ومن فوق الجثه ديالك بواحد المسافه قليله تكون واحد العدد قليل من الاحجار ديال الاسمنت مصافه. فاول حاجه خاصك تعرف ديرها هي تحافظ على كميه الاكسجين اللي في القبر، يعني دير بحال هكا ماشي بحال هكا، يعني تنفس غير بشويه. اما ثاني حاجه اللي خاصك دير هي تلقى شي طريقه باش تخرج اليد ديالك من الكفن ومباشره تغطي بها الوجه ديالك باش التراب اللي غادي يطيح ما يطيحش على الوجه ديالك يعميك ولا يخنقك. اما بالنسبه لليد الاخرى ديالك لازمك تقلب بها على شي قطعه من الحجر، واللي من خلالها غادي تقدر تحفر في الجناب ديال الحجر الاسمنتي حتى تختل التوازن ديالو وغادي يطيح فوقك. من طبيعه الحال غادي خاصك تكون موجود للضربه، ومباشره غادي خاصك تحيدو بيديك هو التراب اللي فوقه، وتماك غادي تقدر تشوف الضوء مره اخرى. اما الا كنتي مدفون في اوروبا فغادي تكون مدفون وسط هاد التابوت الخشبي، واللي من الصعب تهرسو حتى الا كنتي واقف على رجلك.